في وقت زي اللي احنا فيه دلوقتي ده، لو انت قاعد او انت قاعدين في البيت، بتحسوا بحاجة اسمها فومو او fear of missing out. بتحسوا باحساس اللي هو ان كل الناس بتعمل حاجات حلوة قوي، وكل الناس مسافرة وهايصة وعايشة حياتها، وانا قاعد مش بعمل اي حاجة في البيت. فده بيجيب احساس بالزعل والاكتئاب والحسرة على نفسنا. بس ده مش لازم يبقى حقيقي. بالعكس، ده تريك عقلنا بيلعبوا علينا، ودي موجود في كل الكالتشرز وفي كل الحتت اللي في الدنيا. ان احنا بنحس ان احنا فايتنا حاجه واحنا مش فيها، بالرغم ان احنا لو في الحاجه دي ممكن ما نبقاش مبسوطين زي ما احنا قاعدين دلوقتي في حياتنا ومبسوطين بيها. ف رقم واحد، في وقت زي ده ما تتفرجوش على الستوريز بتاعت الناس، علشان دي مش هتعمل حاجه غير انها تكئبكم وتزعلكم وتحسسكم ان انتم مش موجودين معاهم. رقم اتنين، انتوا ممكن تمارسوا التأمل وتكتشفوا ان السعادة والسلام كلهم موجودين اصلا جوانا، مش في بره في الدنيا اللي حوالينا دي. فنغمض عينينا ونقعد نتنفس ونلاقي نفسنا في الجنة. الحاجة التانية ان احنا نفكر في الحاجات الحلوة اللي ربنا انعم بيها علينا ونشكر ربنا عليها، ونبتدي نمارس الجراتيتيود او الامتنان. الحاجة التالتة ان احنا نقعد ونخطط للفترة اللي جاية عايزين نعمل ايه في حياتنا، ونستغل الوقت الهادي ده ان احنا نرتب للخطوات اللي احنا عايزين ناخدها في حياتنا علشان نبقى مبسوطين بنفسنا. الخطوة الرابعة هي ان احنا نحاول نبقى عندنا اي كونكشن مع البني ادمين او مع الحيوانات او مع كائنات الحياة او مع الطبيعة. هتحسن من مودنا كتير. وطلعوا اقعدوا في الشمس، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا جميعا يا رب.